يا صديقي العزيز، النادي الأهلي أعلن انتقال وسام أبو علي بشكل رسمي لكولومبس كرو الأمريكي مقابل تقريبا وفقا لما قيل يعني 7.5 مليون دولار ومليون دولار المتغيرات الأخرى، والموضوع منتهي أصلا، وانت عارف ان هو هينتقل والقصة منتهية، مش عايزين ان احنا نزود في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم نسر التحليل. النهاردة في تفاصيل كتير، أنصحك تكمل الفيديو للنهاية. بيني وبينك خلاص القصة انتهت، خلينا نفكر في النادي الأهلي، نفكر في مركز المهاجم بشكل عام، لأن الموضوع في اختلافات كتيرة قوي ما بين الناس اللي شايفة انه النادي الأهلي محتاج مهاجم لأن الموسم طويل، وناس تانية شايفة انه لأ، اللي موجود مع تألق محمد شريف الأمور يعني هتمشي زي ما بيقولوا. النهاردة هنتكلم عن كل الخيارات الموجودة لبديل وسام أبو علي، الخيارات المحلية، وأنا علقت عليها الخيارات. عندنا 3 لعيبة فلسطينيين، هوري لك البروفايل بتاعهم والموجودين والمعروفين، تعال نتفرع عليهم ونشوف مين اللي ممكن يكون مناسب، ونقول ده ينفع في كذا، ده مشكلته في كذا. وكمان هنتكلم عن بدايل، ونتكلم كمان عن ماذا لو كمل النادي الأهلي بنفس الاسكواد اللي موجود وما ضمش أي حاجة. وما تنساش انه بيعزز الفكرة دي، خلي بالك انه ريبيرو قال ان هو راضي بشكل كامل على المعسكر، على اللعيبة، على الاسكواد، وقال انه بأمر الله تعالى يقدر ان هو يقدم له اللي هو عاوزه. التصريح ده في حد ذاته ده بيحمل ريبيرو المسؤولية، فاتمنى ان هو يعني زي ما عنده الثقة الكبيرة دي كمان يوريها لنا بأمر الله تعالى في الملعب. موضوع وسام أبو علي في حد ذاته، انت عارف ان هو كان واخد ضجة كبيرة. ايه اللي خلى الامور تهدى بشكل كبير؟ حاجتين. الحاجة الأولى هو إنك شفت النادي الأهلي في المعسكر التحضيري اللي احنا اتكلمنا أكتر من مرة، وقلنا إن المباريات الودية مالكش دعوة بنتيجتها، مالكش دعوة بأي حاجة، حتى الأداء أحيانا ممكن يكون في المباريات الودية جيد أو وحش، برضه ما تعلقش، لأن هو عنده فكرة بيطبقها. بس اللي قدمه النادي الأهلي من أفكار بين قوسين واتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، يعني خلت الناس تتبسط شوية. أما السبب الثاني فهو التألق الكبير لمحمد شريف، ما شاء الله عليه في الوديات، وده برضه خلي بالك زي ما ليه جزئية إيجابية فليه جزئية سلبية، برضه هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن خلينا في البداية نتكلم عن الخيارات المصرية بين قوسين المتاحة. الخيار الأول يا صديقي عزيز هو كوكا، اللي راح الاتفاق واللي كان فيه كلام قبل كده ان هو يجي النادي الاهلي، فخلاص الراجل بيقولوا بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره مش 100%، لكن بنسبه كبيره ان هو رايح الاتفاق السعودي. الخيارات الثانيه اللي موجوده مصطفى محمد، اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا الراجل حابب ان هو يكمل في اوروبا. الراجل انا بشوف ان هو زملكاويته كبيره ويحط قلب ابيض واللي مش عارف ايه والكلام ده كله بعيدا عن الكوره، بس خلاص يعني نشوف غيره، الموضوع منتهى البساطه. يعني اللاعب اللي بعد كده هو لاعب برضو من ناشئين نادي الزمالك، هو أسامة فيصل، اللي يعني انت لما تيجي تبص على المتاحين فهتلاقي ان هو افضل المتاحين. لو انت وصلت معانا لحد هنا انزل اهبد اللايك الجميل وتعال احكي لك. أسامة هو مش لاعب جامد ولا حاجة، هو لاعب كويس، يعني لاعب عنده امكانيات، لكن على الصعيد الرقمي صعب جدا جدا لما تشوف 27 هدف في 132 مباراة و6 اسيست، ده يعني بالنسبة لك يقف. عنده أدوار، عنده مهام، الكلام ده كله أقول لك موافقك تمام. لاعب بروميسنج أقول لك موافقك، اللي هو واعد يعني، وأقول لك موافقك تماما. لكن هنا أنت جايب إيه؟ هو ده السؤال. أنت جايبه ترتيبه إيه؟ زي ما اتكلمنا مع محمد شريف هتجيبه الترتيب الثالث، فأنا بقول لك أنا آسف يعني، لا يبقى ملوش لازمة. ادي الفرصة لحمزة عبد الكريم، من وجهة نظر أنا الشخصية هو أولى بيها من الناشئين مرصود. الراجل يقدر إن هو يلعب نفس المباريات، لأن أنت مش جايب أسامة فيصل اللي هو الفرود الأول، هي دي الفكرة. فاحنا بنقارن ايه بايه، وانا هنا ما بقللش اطلاقا من امكانيات اسامه فيصل، بقول لك ان هو لاعب بروميزنج ولاعب كويس الى حد ما. اذا يا صديقي العزيز ده بالنسبه للحل المصري. الامور هتبقى صعبه جدا، يعني ما فيش حد ممكن ان هو يملى عينك بالشكل الكبير اللي انت ممكن تجيبه كمهاجم اول، ومع احترامي ولا حتى كمهاجم تاني. حتى الحل المؤقت اللي كان ممكن ان انت تزق بيه الموضوع اللي هو احمد كوكا، فبنسبه كبيره يقال ان هو خلاص رايح الاتفاق السعودي، او ربما وانا بصور الحلقه دي يكون الموضوع تم بشكل رسمي، فخلاص الامور الحل المصري انتهت. تعال نروح للحل الآخر وهو الحل الفلسطيني، وهنا عندنا 3 لعيبة فلسطينيين هم الكلام كان عليهم الفترة اللي فاتت، فهنتكلم عن كل واحد سريعا، وهنتكلم كمان هل هناك إمكانية أن النادي الأهلي يضمه ولا لأ، أقول لك بالتفصيل. اللاعب الأول هو يوسف ساليتش، وده لاعب فلسطيني دنماركي، اللاعب كده قريب من وسام أبو علي، مش في الشكل لا خالص، في نفس المسيرة، كان بيلعب في نفس النادي لو تفتكر اللي هو سيرياس،
وكان النادي الاهلي بيفاوضه من فتره قبل ما ينتقل لكارديف الانجليزي. فيعني اللاعب ده كان ماشي نفس تقريبا المسيره بتاعت وسام ابو علي. ما شاء الله مواصفات جسديه قياسيه، طول 1.95 سنتي، ما شاء الله طول بعرض، هجمه كده عم زي عمرو زكي كده، عارف انت اللي هو قوه جسديه كبيره جدا جدا. لاعب بيسجل اهداف كتيره ومحطه ويخبط ويرزع وبيسجل بدماغه بشكل رائع ويقف في مكان ممتاز، ويعني ما شاء الله عليه امكانيات عظيمه. لما تيجي تبص حتى على السجل التهديفي بتاعه هتلاقي ان هو شويه قريب برضه من وسام ابو علي لما جالك. اللاعب ده عنده كام سنه؟ عنده 23 سنه، مسجل في مسيرته بشكل عام 68 جول وعامل 18 اسيست. وسام ابو علي لما كان جاي لك في البدايه كان مسجل 74 جول وعامل 14 اسيست، فشويه النتائج يعني قريبه كده من بعض. يوسف ساليتش من اللعيبه اللي ما لعبتش مع المنتخب الفلسطيني، هيحمل الجنسيه الفلسطينيه. سجل الموسم الماضي اللي هو كان النادي الاهلي بيفاوضه فيه مع سيرياس 13 جول، وده خلى ان هو يعني ينتقل لفريق كارديف في تشامبيونشيب، دوري الدرجه الثانيه الانجليزي. والراجل ما شاء الله في 22 مباراه سجل 9 اهداف وعمل اسيست وحيد. لو هتسالني على رايي في اللاعب يا صديقي العزيز فهقول لك ما شاء الله عليه، هو لاعب عنده امكانيات كبيره، وحش ما شاء الله يعني. بس انت لو كنت عاوز تجيبه، وهنا بقول لك الرؤيه الاستباقيه وان انت يكون عندك سكاوتنج وحاجات كده، يعني لو كنت عاوز تجيبه كنت جبته في الاول لما كان سعره تقريبا 1,800,000 يورو. دلوقتي صعب جدا، الراجل ده قيمته التسويقيه حاليا 3.5 مليون يورو، ممكن تشتريه بالاربعه بس مرتبه هيبقى كام؟ هو ده السؤال. فالرؤيه الاستباقيه اللي بنتكلم فيها كان مفروض ان انت تعملها. يعني انت بتبص على وسام واضح ان هو هيمشي يا جماعه واضح ان هو هيمشي يا جماعه. كان لازم ان احنا نجهز البديل، وبرضه اديك ما شاء الله انت كسبت في وسام في كل الاحوال. يعني الراجل احنا بنتكلم في ان انت جايبه ب1.8 تقريبا وبعته بكام؟ برقم كبير ما شاء الله، يعني ب7.5، فده رقم كبير وفقا للسعر اللي انت اشتريته بيه. انا ممكن اكون انا من وجهة نظري اشوف ان هو الراجل ده كان ممكن يستاهل 10 وجهة نظري يعني. بس خلاص انت اقصد اقول انت في النهاية انت كسبان فيه. كان ممكن ان انت تجيب لاعب، لكن التوقيت ده خلي بالك اي لاعب هتروح تشتريه وانت لسه مستفيد بالفلوس بتاعت وسام ابو علي هتلاقي الناس يعني تعلي عليك، ده من الاخر كده. اما اللاعب التاني هو محمد محمود، وده لاعب عنده 20 سنة. اللاعب ده كان بيلعب في نادي الفرايسبرج الألماني، وكان انتقل لزيورخ العام الماضي تحت 21 سنة، وبعدين رجع لفريقه تاني، والفريق ده طبعا بيلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني. اللاعب ده عنده مقاومات كويسة، واللاعب ده حصل على هداف الدوري الألماني تحت 17 سنة من حوالي موسم قبل الماضي يعني، وكان تألق بشكل كبير جدا وسجل حوالي 20 جول حاجة زي كده. ده بالإضافة كمان لأن سجله التهديفي مميز، مسجل لحد دلوقتي 38 جول وعامل 3 أسيست في 62 مباراة. يعني بنتكلم تقريبا قرابة 60% من المباريات اللي هو شارك فيها هو سجل فيها. هداف. أنا عارف إن أنت لما بتشوف على اللقطات وبتاع اللقطات بس، هو دي دوريات الدرجة التانية اللي موجودة هناك، إلا لو كان فريق عريق يعني والكلام ده، فده هتشوفه كتير عشان تبقى عارف، خصوصا في سويسرا، خصوصا في النمسا، في النرويج، الحاجات اللي زي دي. أحيانا الدوري الأول كمان الفيرست يعني بيكون عندهم اللقطات اللي زي دي. لكن التعاقد مع محمد محمود بمنتهى الصراحة هو ريسكي. لازم ان انت تبعت حد يتفرج على اللاعب يدون امكانياته، لان اللقطات دي لقطات صعب جدا ان انت تحكم عليها من خلالها، وممكن يكون لاعب جامد جدا. خلي بالك انت بتتكلم في 20 سنة، لاعب صغير جدا تقدر ان انت تبيعه وعنده جنسية ألمانية، حاجات كتيرة قوي. لكن في نفس التوقيت انت مش عايز تجيب كريستو جديد، ممكن يكون عنده امكانيات وتجيبه وتقعده ما تستفادش بيه الكلام ده كله. فبرضه من هنا بتلاقي ان كل الامور بتصب ناحية حمزة عبد الكريم. وهنا انا ما بقولكش ان حمزة عبد الكريم يكسر الدنيا ينزل مهاجم اول خالص، بس اقصد اقولك انت عندك مهاجم، عندك المهاجم التاني، وفي نفس الوقت انت ما عندكش رفاهية ان انت تشتري مهاجم اجنبي، عشان بس الكلام يبقى واضح. انت معكش رفاهية ان انت تجيب مهاجم اجنبي كشريف يسري. انت عايز مهاجم اجنبي جامد، بس عندك امكانية؟ لا. وانا اديتك الحل بتاع محمد عبد المنعم، قلت لك تعاقد مع محمد عبد المنعم، ادفع فيه فلوس، يبقى انت ضمنت ان خط الدفاع بتاعك يكون كويس في كل حاجة ما شاء الله يعني. ولو اللاعب طبعا عنده رغبة في كده، وفي المقابل بيع ده، وانت عايز تجيب حد مدافع تاني ماشي، عايز تجيب مهاجم تقدر ان انت تعمل ده. اخر لاعب معانا بقى هو
عدي الدباغ، وده اكيد انت عارفه كويس جدا، اتكلمت عنه السنة اللي فاتت، وده واحد من اعظم، بل هو اعظم قصة لاعب فلسطيني على الاطلاق. اللعيبه اللي انت شايفها دي، اللعيبه دي عندها جنسيتين، اللعيبه دي بتكون موجوده في اوروبا، اتولد في اوروبا، فزي وسام ابو علي يجيبوا النادي سهلي فهيلعب مع الاتحاد الفلسطيني والكلام ده كله. لكن عدي دباغ هو اول لاعب فلسطيني يطلع من قلب فلسطين ويبتدي ان هو يحترف. بيحصل له مشاكل كبيره جدا، وزي ما اتكلمنا عنه في الحلقه اللي قبل كده، ممكن ان انت ترجع تشوفها. الراجل ده كل مره كان بيفوته المعسكر التحضيري، لان هو بياخد تصريح جديد. التصريح بيروح للجهات الجماعه اللي ما بيتسموش، يقعدوا يعطلوا ويعملوا، فالراجل بيفوته كتير جدا.